السلام عليكم ورحمة الله الإخوان. كما كتشاهدوا معايا عندنا هذا الجهاز اللي هو مهم ومهم جدا بالنسبة للمنزل ديالك. فهذا سميتو بروديكتور دو طونسيون أو ما يسمى بواقي التوتر. فهذا الجهاز كيحمي لنا الأجهزة الكهربائية من ارتفاع الجهد الكهربائي أو انخفاض الجهد الكهربائي. مثلا عندما ينقطع التيار الكهربائي من المنزل، يعني ملي كيمشي لينا التيار الكهربائي كيتقطع لينا من الخارج، ملي كيرجع لينا بواحد الجهد كبير، يقدر يوصل لينا حتى 300 فولت، 330 فولت، 400 فولت، 280 فولت. وكما كنعرفوا حنا باللي الماتوريال اللي عندنا، يعني الأجهزة الكهربائية اللي عندنا في المنزل كتخدم لينا ب 220 230. يعني ملي كيرجع لينا الضوء أو التيار الكهربائي من الخارج فكيفوق لينا التوتر أو يعني لا طونسيون اللي عندنا في الدار. في هذه الحالة الماتوريال ديالنا كيتحرق لينا، يعني كيمشي الضوء ويرجع بواحد السرعة كبيرة وكيجي بواحد الجهد اللي هو كبير. فهذا الجهاز هذا هو الاختصاص ديالو، يعني كيحمي لنا الأجهزة الكهربائية. ومن طبيعة الحال فيه ان بروغراماسيون كيتبروغراما وكيتحمل لنا كما كتشاهدوا معايا كيتحمل لنا هنا 40 امبير. وفيه التوقيت، يعني ملي كيمشي الضوء يولي كيبقى واحد الوقت عاد كيرجع لنا الضوء من 10 سكوند حتى ل 600 سكوند. تقدر تبروغراميه على الوقت اللي بغيت انت. ومن طبيعة الحال كيخدم لينا في الريزو ديال 110 فولت وديال 220. كاين الدول اللي كيخدموا ب 110 فولت وكاين الدول اللي كيخدموا ب 220 فولت. حنا في المغرب كنخدموا ب 220 من طبيعة الحال. اذن على بركة الله غادي نخدموا هاد البياسة ان شاء الله، بروديكتور دو طونسيون او واقي التوتر. فكما كتشاهدوا معايا هاو بدا يدير لي واحد الضربه بحال ما هكا حتى كيحسب داك الوقت اللي علاش انا مبروغراميه، وعاد كيطلق لي الضوء للمنزل ديالي كما كتشاهدوا معايا. اذا على بركه الله عندنا هنا 4 ديال الازرار، كاين الزائد والناقص وهذا ديال الوقت وهذه ديال الفولتاج. فملي كتكليكي على هاد البياسه كتعطيك اخر مره الريزو اللي دخل لهذا الجهاز. مثلا الا كليكيت هنا قالك باللي 120 فولت دخلت لهذا الجهاز في الضربه الاولى. هادشي اللي عاطينا كما كتشاهدوا معايا. ولا تنسون اللي عندنا هي 217 فولت. اذا فهاد الجهاز يعني انا كنبروغراميه على مثلا كنبروغراميه على ما بين 180 فولت حتى ل 250 ولا 240. مثلا نديروا له حنا 240 فولت، يعني ما بين 180 و 240 عاد يخدم ليا الجهاز. يعني الا كانت لا طونسيون اكثر من 240 او اقل من 180 الجهاز ما غاديش يطلق ليا الضوء للدار بتاتا. اذا على بركه الله كيفاش غادي نبروغرامي هذا الجهاز؟ فمثلا الا بغيت نبروغرامي على الحد الادنى ديال لا طونسيون فكنبقى واطي على هاد الناقص حتى يدير لي هنا واحد لي فايو هنا يبقى انكليني بحال ما هكا، يعني يبقى يسني كما كتشاهدوا معنا بحال ما هكا. راه مبروغرامي على 195. ها هو، يعني دابا تقدر تنقص فيه كما كتشاهد معايا، او 181. ومن طبيعة الحال تزيد فيه، مثلا حنديرو على 190 فولت
وغادي تخليه هكا هو كيدير اوريجستر، يعني افيشي المعلومات ديالو. اذا درنا الحد الاقصى ديال البروغراماسيون ديالو من تحت 190 الفولت غادي يقطع ليا الضوء على الدار، يعني ما غاديش يفوت ليا الضوء للدار. وإلا بغيت يعني دابا غادي نبروغرامي الحد الاقصى، اذا كنجي لهاد الزائد كذلك وكنبقى واطي عليه واحد شويه كما كتشاهدوا معايا. ها هو بقات هاد البوطونه كتانكليني. اذا 232 حنا غنزيدو فيه، مثلا نديرو فيه 240 ولا 245 نخليوه، وغي افيشي المعلومات ديالو بوحدو كما كتشاهدوا معايا. اذا دابا غنبروغرامي الاخر، غنبروغرامي الوقت ديالي. اذا كنجي لهاد الزر كذلك وكنكليكي عليه بحال ما هكا، راه على 10 سكوند. هاي بدات كتحرك، تزيد فيها الوقت، هي كتمشي بالخمسة، 20 25 30. حنا غنديرو 10 سكوند. ملي يمشي الضوء تقطع ليا الضوء ويرجع، غيبقى ليا 10 سكوند وغيطلق ليا الضوء اوتوماتيك. ومع العلم تكون لا طونسيون ستابيليزي، يعني تكون ثابته ما بين 190 و 245، يعني اللي درنا. فغنركبوا هاد اللمبه. بطبيعه الحال غادي نطفيو هاد الجهاز بحال ما هكا، وغادي نركبوا هاد اللمبه ديالنا على هاد الشكل، وغادي نطلعوا هاد الفيزيبل ديالنا بحال ما هكا. ها هي بدات كتحسب يعني كتحسب لينا حتى توصل لينا 10 سكوند، عاد تطلق لينا الضوء كما غتشاهدوا معايا. بقات تحسب، ها هي طلقت لينا، يعني اللمبه شعلات، يعني دابا راه الضوء يعني فايت لينا المنزل وكل شيء خدام كما كتشاهدوا معايا. فدابا غادي نحاول نطفي هاد لامبول هادي باش نكملوا يعني الشرح ديالنا ان شاء الله. فهاد الجهاز كيتحمل ليا 400 فولت، يعني 400 فولت. وان شاء الله فغادي نعاود ندير لكم واحد الفيديو اللي هاد البياسه غادي نركبها في واحد الطابلو الكتريك ان شاء الله، وغادي تتابعوا معايا طريقه نعاودو نديروا له واحد ان بروغراماسيون في المنزل، وغتشاهدوا معايا يعني كيفاش يعني اون براتيك يكون داكشي براتيك ان شاء الله. وغادي نبروغراميوه ونخدموا لي ماتيريال اللي عندنا في المنزل ديالنا، كلشي غادي يكون خدام ان شاء الله. وكيفاش واش غيجي من طبيعه الحال كيجي الديجونكتور، ومن الديجونكتور كتركب لنا هاد برودكتور طونسيون، ومن هاد البرودكتور طونسيون عاد كنديو الفيزيبلات. كلشي هادشي ان شاء الله غادي تشوفوه معايا في الفيديو المقبل ان شاء الله. وكنتمنى من لا فيديو يكون الاعجاب ديالكم، ولا تنسوا الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد ان شاء الله.